السلام عليكم الإخوان والأخوات الأحرار، تحياتي للجميع، مرحبا بالجميع الإخوان. كنشوفوا بأن دائما البروباغندا اللي كتنهجها أبواق المخزن أو المخزن بصفة عامة، دائما باش أنهم يلهيو الشعب المغربي على الوضع المزري اللي كيعيشه والأوضاع الصعبة اللي كيعيشها الشعب المغربي. شفنا في السابق كيفاش كانوا كيحاولوا يبينوا للمغاربة بأن راه غلاء الأسعار راه كاين في جميع بقاع العالم ماشي غير المغرب. النقص في الخضار أو لا شيء من هذا القبيل، كانوا كيحاولوا زعما يروجوا لهاد الأخبار أو لا باش يقنعوا الشعب المغربي. من بعد شفنا غير حاليا الضجة اللي استغلوا هاد الخبر ديال اعتقال أو لا الحكم على سعد المجرد في فرنسا، وشفنا كيفاش جل الصحافة كتتكلم على هاد الموضوع هذا ديال اعتقال سعد المجرد، في حين الهدف من هذا الشيء الخوت هو انهم باش يلهيو الشعب المغربي، ما يخليوش فيه المجال فين يتكلم على الحقوق ديالو او المعاناة ديالو. هاد الايام ايضا غادي نحاولوا نشوفوا غادي نشوفوا ماشي غادي نحاولوا، عفوا، غادي نشوفوا بان جل الصحافة كتكلم على المقابلة الودية اللي غتجمع ما بين المغرب والبرازيل. يعني باش عرفوا هذا النظام خبيث، نظام ما كيهموش الشعب المغربي، وكل ما كيعيشوا الشعب المغربي فراه ممنهج ومخطط له باش أن الشعب المغربي دائما يبقى كيعيش في الويلات. المخزن مشى كيرغب ويزاوق في البرازيل باش يديروا واحد المقابلة ودية، وحطوا واحد 700 مليون من أجل أن الشعب المغربي، عارفين بأن الشعب المغربي عزيزة عليه الكرة، أو لا عارفين كيف ما كتعرفوا كرة القدم أفيون الشعوب، يعني باش يلهيو الشعب المغربي على المعاناة الحقيقية ديالو. حاولوا أنهم يديروا هذه المباراة الودية ما بين المغرب والبرازيل باش الشعب المغربي ينسى الويلات اللي كيعيشها والأوضاع الصعبة اللي كيعيشها. دائما غادي يخليو الشعب المغربي في واحد الحلقة اللي هي مغلقة، كيدور غير في داكشي اللي نهجو النظام. اش خصك العريان خاتمة مولاي، شعب كيعاني الويلات، النظام يعني عن قصد كيحاول انه يدير هاد الامور هادي، عن قصد مشى منين شاف غليان او لا واحد الغضب او لا الشعب المغربي كلشي كيتكلم على مشكل غلاء الاسعار، فحاولوا انهم يخلقوا لكم هذا الحدث الكروي اللي غادي تلعب في بداية مارس ما بين المغرب والبرازيل. الشعب المغربي عزيز عليه الكرة، راه نجيبوا لهم شي ماتش زوين، نجيبوا شي فريق اللي هو مجهد باش ينسى الوضع اللي كيعيشه. فالخوت المغاربة كيف ما كان الحال قاطعوا هاد المباريات، ما كاين لا تذاكير، ما تفرجوش بتاتا. ناضلوا من اجل انكم تعيشوا بواحد راه الحل الخوت هو تناضلوا من اجل الحقوق ديالكم. انتم كتشوفوا الناس كتعاني وما عن قصد كيجيبوا لكم مباريات ولا شي حاجه اللي يلهيوكم بها. فما تتفاعلوش مع هادشي وما تنساقوش مور هادشي، لان راه ماشي في مصلحه الشعب. تحياتي للجميع، عطيونا اللايكات والبارطاج، لأول مرة كيشوف القناة يشترك في القناة، بارطاجيوها الخوت باش تعمل فائدة.